إدارة التغيير. إزاي تنقل شركتك من كده وخلاص لكده علشان أحسن؟ ليه أصعب حاجة في البيزنس هي تغيير العادة؟ تعال نتفق. أصعب حاجة مش إنك تكتب خطة ولا تختار أداة جديدة. أصعب حاجة إنك تغير عادة متجذرة. في أي شركة القديم ليه جاذبية. الناس عارفة حفظ. الخوف من الغلط أقل. المسؤولية متوزعة على اللي خدوها عن اللي قبلهم. لكن السوق ما بيديش فرصة. منافس جديد، عميل بقى أذكى، تكنولوجيا بقت أسرع. إدارة التغيير هي الفن اللي يخليك تتحرك بأمان من الوضع الحالي للوضع الأفضل من غير ما تكسر روح الفريق أو تخسر العميل في النص. تعريف بسيط: إدارة التغيير يساوي تخطيط وتنفيذ وانتقال منظم من أسلوب شغل قديم لأسلوب جديد علشان التحسين يعيش ويستمر. ليه بنفشل في التغيير؟ غالباً بنفتكر إن الناس هتمشي معانا تلقائياً لمجرد إن الحل منطقي. بنرمي الأداة ونسيب البشر يتأقلموا لوحدهم. بنعلن مشروع تحسين ضخم وبعدين نسيبه من غير متابعة. بنقيس قبل وبعد متأخر فمش بنلحق نصحح. بنواجه مقاومة طبيعية باللوم بدل ما نفهمها ونحتويها. الحقيقة المقاومة مش عيب. المقاومة إشارة في غموض أو خوف أو مجهود إضافي غير مفهوم أو فقدان مكاسب شخصية. عقلية إدارة التغيير إنساني قبل ما يكون تقني. اشرح ليه قبل إزاي. لما الناس تفهم السبب والأثر بتتعاون أسرع. احترم الألم. التغيير بيزود الحمل مؤقتا. اعترف بده ودي دعم. صغر المسافات. خطوات صغيرة، انتصارات سريعة، تغذية راجعة مستمرة. ابني تحالف. ناس مؤخرة داخل الفريق تدعم التغيير بصدق مش توقيع حضور. خريطة بسيطة تمشي بيها أي تغيير. 8 مراحل عملية بصياغة واضحة. 1. استشعار الحاجة للتغيير. جمع إشارات: شكاوي عملاء، تأخير في التسليم، منافس سبقك، تكاليف بتعلى. وحول الإشارات دي لقصة مقنعة: لو ما تغيرناش هنخسر كذا. 2. بناء تحالف داعم. شوف مين الناس اللي صوتهم مسموع، مديرين وأفراد ميدانيين محترمين. ابدأ بيهم، اسمع اعتراضاتهم واجعلهم جزء من التصميم. 3. رؤية واضحة وخريطة قصيرة. مش هتعمل اطروحة الدكتوراه. رؤية مختصرة: نقلل زمن الدورة 30% ونرفع رضا العملاء 20% خلال 90 يوم. وحط 3 ل 5 مبادرات كبيرة وكل مبادرة ليها مالك. 4. تواصل صريح ومتكرر. نفس الرسالة بطرق مختلفة: اجتماع عام، فيديو دقيقتين، بوست داخلي، ورشة 30 دقيقة. ولو في حاجة لسه مش معروفة قول مش عارفين دلوقتي، هنعلن أول ما نعرف. 5. رفع الغموض بالتدريب والدعم. دليل صغير قبل وبعد، فيديوهات صغيرة، أسئلة شائعة، شات دعم أول أسبوعين، ناس سفراء تغيير على الأرض يساعدوا باقي الفريق. 6. انتصارات سريعة. اختار خطوة سهل تكسبها وتظهر فرق. تجربة فرع واحد أو منتج واحد وخلي الأثر يتشاف: الزمن نزل من كذا لكذا، الشكاوي قلت بنسبة كذا. 7. تثبيت المكاسب وتحجيم الرجوع للقديم. اكتب الإجراء الجديد وفعله في السيستم، واربط الحوافز والسمعة الداخلية بالالتزام الجديد، واعمل مراجعات مفاجأة خفيفة. 8. ترسيخ التغيير كثقافة. احكي قصص النجاح، كرم الناس اللي دعمت، وخلي نسأل ليه ونحسن ازاي عادة أسبوعية مش حدث موسمي. أنواع المقاومة وإزاي تتعامل معاها بإنسانية. مقاومة الخوف: هغلط وهتفضح. العلاج: تدريب، ساندبوكس للتجربة، إتاحة غلط آمن في البداية. مقاومة الغموض: مش فاهم أنا مطلوب مني إيه. العلاج: أمثلة عملية، شادوينج، FAQ بالمواقف الحقيقية. مقاومة المصالح: التغيير هيأثر على نفوذي أو بدلاتي. العلاج: شفافية في الحوافز، مسارات بديلة، إشراك في تصميم الدور الجديد. مقاومة الإرهاق: كتير علينا. العلاج: مراحل قصيرة، أولوية واضحة، إلغاء مهام قديمة مقابل الجديدة. أدوات صوتية سهلة لقيادة التغيير من غير جداول ولا رسوم. رسالة التغيير في دقيقة: ليه بنتغير؟ هنكسب إيه كفريق وكشركة؟ وكعملاء هنبدأ إمتى وإزاي؟ خريطة أصحاب المصلحة بالكلام: مين متأثر جامد؟ مين تأثيره قوي؟ مين لازم نكسبه بدري؟
لوحة قبل وبعد بالنص: قبل 7 توقيعات و4 أيام، بعد توقيع 1 و24 ساعة. سلم الدعم: قناة أسئلة مفتوحة، اجتماع أسبوعي قصير، مسؤول دعم لكل مجموعة. مذكرات أسبوعية قصيرة: إحنا فين؟ إيه اللي اشتغل؟ إيه اللي هنعدله الأسبوع الجاي؟ أمثلة واقعية من السوق المصري. مثال 1: مركز خدمة عملة، كانوا بيستعملوا 3 شاشات و4 أنظمة. التغيير قدم شاشة موحدة. المقاومة: اتعودنا، هنلخبط. المعالجة: أسبوع تدريب عملي، سفير تغيير في كل وردية، ومسابقة بسيطة لأسرع حل صحيح. الأثر: زمن معالجة المكالمة نزل والسيسات طلع. مثال 2: ورشة ملابس، تحويل ورق لأوامر رقمية. المقاومة: الورق أأمن. المعالجة: تشغيل مزدوج أسبوعين، ورق وديجيتال، وبعدين قطع الورق تدريجياً وإثبات إن الضياع في الديجيتال أقل. الأثر: تتبع أفضل وأخطاء أقل وتوريد أسرع. مثال 3: بنك محلي، توقيعات كتيرة قبل الموافقة على قرض صغير. التغيير: صلاحية توضح المسؤول أول، ومراجعة لاحقة عشوائية بدل موافقات مسبقة. الأثر: وقت الموافقة انكمش، وشكاوى العملاء قلت، والمخاطر اتظبطت بسياسات واضحة. التغيير والقيادة، الدور اللي ما ينفعش يتفوت. القائد قدوة، لو انت لسه بتطلب كله على إيميلي محدش هيستعمل النظام الجديد. القائد بيسهل، يشيل عراقيل، يجمع فرقتين مختلفتين على طاولة واحدة، يشكر علنا. القائد بيواجه، لما حد يعطل التغيير متعمد المواجهة لازم تبقى عادلة وواضحة. القائد بيربط الأثر بالاستراتيجية، الخطوة دي مش موضة، دي اللي هتخلينا نحقق هدف الربع. قياس نجاح التغيير: امتى نقول اشتغل؟ اعتماد السلوك الجديد، كم في المية من الفريق بيشتغل بالطريقة الجديدة؟ أثر على المؤشرات، زمن، أخطاء، رضا، تكلفة. ثبات بعد 4 ل 8 أسابيع، مش قفزة لحظية وبعدين ارتداد. نبض الفريق، نبضة معنويات أعلى، أسئلة أقل، دعم من نفسهم لبعض. صوت العميل، شكاوى أقل، تقييمات أعلى، ولاء أقوى. التغيير مش مشروع، التغيير عضلة. خدها كده، عضلة لازم تتمرن على طول. اجتماع أسبوعي 20 دقيقة تحسيني مستمر، مشكلة واحدة، سبب جذري، حل عملي، مسؤول وميعاد. كل ربع سنة تجميعة مكاسب، نعرض قبل وبعد ونختار 2-3 موجات جديدة. مكافآت صغيرة للناس اللي بتقترح وتنفذ تحسينات فعالة. إدارة التغيير مع الأدوات الأخرى، BPR، دي جراحة العملية لما تكون بايظة من الأساس. لين 6 سيجما، دي يثبت الجودة ويشيل الهدر يومياً. OKRs، طموح واضح ربع سنوي. Change Management، ده الوعاء الإنساني اللي يخلي كل ده يعيش من أول رسالة وهدف لحد تثبيت السلوك. دعوة عملية، تبدأ النهاردة. اختار عملية واحدة بتتعب فريقك. اكتب رسالة تغيير دقيقة من 5 جمل: ليه، إيه، إمتى، إزاي، لمين. عين سفير تغيير مؤثر. اعمل تدريب 30 دقيقة عملي. اعمل تجربة أسبوع واحد بنظام قبل وبعد. اعرض النتيجة على الفريق وخد قرار التثبيت أو التعديل. أخطاء قاتلة لازم تبعد عنها. هنعلن التغيير ونشوف من غير تدريب ودعم. يا نبقى مثاليين يا بلاها، خد خطوتين صغيرين أحسن من 0 خطوة. قياس متأخر، خلي القياس أسبوعي في الأول. رسائل ملتبسة، قلل الكلام وزود الوضوح. تجاهل ألم الفريق، ادي مساندة حقيقية مش كلام. شركة خدمات صغيرة، كانت كل موسم ضرايب تتحول لفوضى، سهر، أعصاب، زعيق. السنة اللي بعدها عملوا خطة تغيير صغيرة، رسالة دقيقة، تدريب عملي، فيديوهات صغيرة، قوائم فحص، سفير تغيير في كل فريق، انتصار سريع أول أسبوع. بعد 6 أسابيع نفس الفريق قال: أول مرة نحس إن الموسم عادي ومفهوم. مش لأن الشغل قل، لكن لأن الطريقة اتظبطت والناس اتدعمت. الزتونة، التغيير مش صرخة مرة، التغيير سلسلة خطوات رايقة، سبب واضح،
ناس متفاهمة، تدريب بسيط، قياس سريع، تثبيت ذكي. لما تعمل ده باستمرار، شركتك بتتحول من موسم تحسين لعادة تحسن. وده الفرق بين ناس بتستنى اللي يحصل وناس بتصنع اللي جاي.